إذن الرشيربي يبدأ بالمدرجات كالعادة من جانب اليوم جمهور فريق الرجاء الرياضي. إذن بداية المدرجات بأجمل اللوحات، وفي ليلة سنفتقد فيها كثيرا لجمهور فريق الوداد الرياضي وإبداعات جمهور الوداد. نبدأ تشكيل الفريقين معنا أيها السادة والسيدات، والبداية من في كرة القدم تجمع بين أبناء هذا الوطن بأسمى وقيم المواطنة التي تجمعنا تحت راية حمراء وخضراء بشعار الله الوطن الملك. تنطلق المباراة لتنطلق مع التطلعات والأماني والانتظار الداريات. تنفذ وداد من جديد البحث عن راسية كانت بجانب المهاجم حمزة خابة. يضغط الوداد الرياضي، تنفذ البحث عن راسية خطيرة، وأولى الفرص من جانب عناصر فريق الوداد الرياضي. تجد أنس السيتي في عملية الإبعاد. أنس في الوقت المناسب بالطريقة المناسبة يتمكن من إبعاد كرة تكتسي طبعا الخطورة بعد عرضية على المقص من جانب يحيى شبران بالراس، جات من طرف المدافع البينية بلا هجوم رشاوي. هنا عبر الأطراف من الجهة اليمنى تلعب العرضية وفرصة في الخطورة، ونصر فريق الرجاء الرياضي فرصة خطيرة، والتغطية من الدفاع والابعاد من طرف يوسف من سيف الدين مهرة. طويلة من جانب سيف الدين، الانطلاقة من الرواق الايمن من هشام وسفيان. هشام في الخطورة عبر الجهة اليمنى العرضية، فرصة ودادية تكتسي تبع الخطورة تسدد، والمتابعة من الحارس السيتي. أول تهديد صريح من جانب الوداد الرياضي عبر أيمن الحسوني، لكن استماتة ومتابعة من طرف السيتي يتمكن من ابعاد الخطر عن مرمى فريق الرجاء الرياضي. اختار السيتي التايمينج المناسب، لحظة استلام الكرة من حسوني، كرة على المقص هناك في الزاوية البعيدة من الجهة اليسرى، انطلق سدد بيمينها، لكن متابعة من الحارس أنس السيتي. صعود الاختصاصي جمال حكاس، تنفذ بهذا الشكل عبر الطرف الايمن العرضيه، كره رشاويه محاوله بحث للتسديد لخابه، يخسر العرضيه، كره خارج الملعب بعد المكعاسي. التنبيه من حكم رضوان جيد، خطا على مستوى التمرير بسريده، فرصه والمتابعه من انس السيتي. انطلاقه من الجهه اليمنى من هشام ابو سفيان، حاول هشام ابو سفيان يستثمر ذلك بعد انطلاقه كانت عبر الجهه اليمنى بالطرف هشام ابو سفيان، اختار التسديد المباشر رد مباغته انس السيتي. ايمن الحسوني، تمريره جلال الداودي عبر الاطراف، هذه المره من جانب يحيى عاطيه للافتكاك ثم العرضيه، فرصه راسيه، اكتسب طبع الخطوره للرشا والابعاد كان جميل من يسار مطيع، يضغط الرجاء الرياضي في هذه اللحظات، وكرة بهذا الشكل على ذلك حكم منح مخالفة، عرضية ساكر الأرضي وراسية حمزة خابة. يعادل اللقطة وبراسية بديعة من طرف حمزة خابة، يتمكن من إبعادها من الزاوية الصعبة الحارس يوسف مطيع. كرة كانت متجهة نحو الشباك الحارس يوسف مطيع، لكن يقصر رجال راس فريق الرجاء الرياضي، وكرة ضيعة تعود لفريق الوداد عبر الحارس يوسف المطيع. ابعاد من المطيع، تدخل مع محمود، تدخل عبد الصمد بدوي، هنا العرضية محاولة راسية، ركلة جزاء يقول الحكم رضوان جيد فادت فريق الرجاء الرياضي بعد التدخل أمين فرحان، لقطة تدخل أمين فرحان، وإن صح التعبير تهور أمين فرحان، الكرة لإبعاد كان باليد من جانب أمين فرحان، على اثر ذلك الحكم يمنح ركلة جزاء لفادة فريق الرجاء الرياضي. يستعد إذن يسرى بوصول، خذ وقته الكافي، أمر طبعا على مستوى عملية الشيخ وسفير، تبقى واحدة من الأمور المهمة. الجزاء لفائدة الرجاء، يسري بوسوقي يسدد، جول 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 جول، وأول الجول من جانب الرجاء الرياضي من طرف يسري بوسوق من نقطة الجزاء، هدف في حدود دقيقة 39 ردة الفعل من جانب كل مكونات فريق الرجاء الرياضي. الجزاء والتنفيذ من جانب يسري بوسوق الذي يسجل ثاني ركلة الجزاء وهذا الموسم رفقة الرجاء الرياضي، ويرفع حصيلته التهديفية ل3 أهداف.
تتغير إذا نتيجة الدرب بهدف دون مقابل ستمنح أو قد تمنح لنا مباراة أخرى بين رغبة الوداد الرياضي لتعديل النتيجة ولمن البحث. بورا في محاولة التفوق على روجير هولو، وروجير في عملية التغطية الدفاعية والحكم يمنح تماما. تقدم من جانب الطاقم الطبي. مخالفات تحتسب للوداد وردود الفعل واضحة. تلعب بمقوسة، فرصة خطيرة، جول 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 جول. التعادل يظهر من خلال المدافع السنسولا على غفلة من دفاع وحارس مرمى فريق الرجاء الرياضي. تباغت الدفاع وتباغت الحارس الزيت. لاحظوا كرة ترتطم بالأرض الملعب هنا، والمتابعة من جانب الفعل، المتابعة من طرف أرسن سول. بالرغم الحراسة اللصيقة، لاحظوا أرسن سولا تفوق على جمال حركاس وبغت أنس الزيتي. الوداد تعادل النتيجة بعد ما نفذت الكرة من طرف جلال الداودي. استثمارا من جانب المدافع أرسن سولا يمنح الهدف، هدف التعادل في آخر وتغطية من جانب سولا. يضغط من الرجاء الرياضي، فرصة 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 خطيرة. يسري بوسوق ماذا فعل؟ راوغ يمينا وشمالا، راوغ الاول والثاني والثالث وبحث عن التسديد، فعل كل شيء سوى التسديد في اتجاه مرمى الحارس يوسف مطيع. ابرز اخطر فرصه لفريق الرجاء الرياضي مع بدايه الجوله الثانيه من خلال هذا الفاصل المهاري للمبدع الفنان يسري بوسوق. الرجاء يطالب بخطاب ركله جزاء، الحكم سيتاكد وشار مع غرفه الفرد ركله المراوغه، راوغ الاول والثاني. ارتدت الكرة ثم ذهبت مباشرة لفائدة الحارس يوسف المطيع. أظن ليس هناك شيء يذكر في اللقطة الأخيرة، عادية أظن عادي بالفعل، عادي إذا الأخطاء. تابعوا إعادة هذه اللقطة مباشرة والصورة هنا غنية عن كل تعليق. أجواء حماسية، أجواء رائعة. المترجي وصلت عبر الطرف الايسر، رجويه من جانب بوركسوت. العرضيه هنا فرصه في الخطوره، جول 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 وي جول. لحظات قليله بعد دخول محمد بوركسوت، هدف براسيه تباغت دفاع وحارس مرمى الوداد الرياضي. التايمينج المناسب من جانب بوركسوت على مستوى الانطلاقه بالراسيه، والتغيير كان مناسبا من جانب مندر الكبير. رمى بورقه هذا اللاعب بوركسوت الذي استطاع ان يسجل الهدف الثاني امام اندور دفاع وحارس مرمى فريق الوداد الرياضي. تتغير النتيجه، هدفين مقابل واحد. لاحظوا الكره العرضيه ارتدت بعد ما تدخل مدافع أرسن سولا. ارتدت الكرة أمام بوركسوت، يخطفها بالراس ويسجل الهدف. كان إلى جانب أيوب العمرود. نتابع هنا كيفية التدخل من أرسن سولا بعد كرة وبعد تمريرة وبناء هجومي قاده محمد أسريدة من وسط الميدان. أسريدة تدخل أرسن سولا، ارتدت الكرة، ضرب بوركسوت أمام أيوب العمرود وسجل هدف الثاني لفريق الرجاء الرياضي. تتغير النتيجة، تصبح هدفين مقابل واحد، وأجواء احتفالية كبيرة من جانب جمهور الرجاء الرياضي بعد هذا الهدف الثاني في هذا الجولة الثانية. إذا الرجاء الرياضي بعدما ضغط الكرة الأولى ثم جاءت الثانية، الثالثة كانت ثابتة بالنسبة لفريق مراوغة أيمن. آخر فرصة للوداد في هذا المباراة. زهير مترجي، زهير يا زهير، طلق زهير خطيرة. ركلة جزاء لفائدة فريق الوداد. تكون فرصة مناسبة لتعديل النتيجة بالنسبة للفريق الأحمر. هنا إعادة اللقطة وقع في المحظور. عبد الصمد البدوي، مباراة كانت تسير نحو النهاية والحكم يعلن عن ركلة جزاء لفائدة فريق الوداد الرياضي. الوداد الرياضي يدن الحسوني، حسوني جول 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 جول
جول التعادل يسجل أيمن الحسوني من نقطة الجزاء، وبذلك يمنح نقطة لفريق الوداد الرياضي بعدما كان يسير نحو خسارة نقاط الثلاث. الخروج بنقطة أفضل من الخسارة في هذه المباراة بالنسبة للوداد. الرجاء نقطة من طبيعي ستكون بطعم الخسارة. نتابع إعادة تنفيذ الكرة بجانب أيمن الحسوني على يمين مرمى الحارس ليستر سيتي الذي اختار الجهة اليسرى، لعبت بهذا الشكل ثم الهدف يأتي من جانب أيمن الحسوني. إذن النتيجة تتغير في الجولة الثانية، هدفين مقابل هدفين. الجولة الأولى سجل فريق الرجاء، بعد ذلك في آخر انفاس عدل النتيجة فريق الوداد الرياضي. حدث نفس الشيء بالنسبة للشوط الثاني، بعدما كان الرجاء متقدم بهدفين يعدل الوداد الرياضي في آخر انفاس. بعدها الحكم رضوان جيد قد ينهي تفاصيل المباراة. مروان دودي من الطرف الايمن، طويله اماميه لفائده فريق الرجاء الرياضي، فرصه والابعاد من جانب نصر فريق الوداد. الرجاء يطالب بخطا، الحكم يقول ليس هناك شيء. نهايه المباراه.